بيبدأ مسلسلنا ببطلتنا ياو وهي قاعدة بخوف ورا باب الشقة، وبتسمع محصلين الديون وهم بيهددوها بسبب ديون والدها. بتقول لهم ياو بيأس وتعب: اعملوا اللي عاوزينه، قلتلكوا ان ابويا هرب وسابني، انا معرفش مكانه، حتى لما موتوني مش هغير كلامي لاني معرفش عنه حاجة. وبتبقى فعلا صادقة بس هما مش بيصدقوا، وبيبقوا هيكسروا الباب عليها، بس حظها ان الشرطة بتوصل وبتمشيهم. وده مش عشانها، ده عشان حد من السكان بلغ بسبب الإزعاج. بيمشوا هما بيتوعدوا لها إنهم مش هيسيبوها في حالها. بتنهار شيا وبتعب من حياتها اللي أبوها حطها فيها، وهي لسه يدوب مخلصة الثانوي، وبتقول يا هادي. وبتفتكر لما صحيت في يوم بالليل ولقيت أبوها لم هدومه وماشي، وساب لها فلوس بسيطة، ولما سألته لو هيرجع تاني قال لها يومين وراجع واختفى للأبد. ومن يوميها وحياتها جحيم. ووقت ما بتنزل العصابة بيدخل البيت بطلنا الوسيم جين. ساعتها بتكون ياو خرجت علشان تشيل الورق اللي علقوه الديانة بيشتموها فيه. وبتبص لجين وهو طالع وبتقوله: هو انت الساكن الجديد؟ نصيحة مني، حاول تشوف مكان تاني لان ده دوشة بسبب الديانة اللي بيجولي. وبتبقى بتقول كده وهي محبطة. بيساعدها في لما الورق اللي مش طايلاه، هو بيقول لها: اطمني، انا اكتر الوقت برا البيت. وبتبدأ ياو تعيش حياتها وحيدة، وبتتعود على كده، وبتنزل تشتري طلبات البقالة، وبتتجاهل كلام الناس عنها ان ابوها سابها وهرب. لكن الحظ المنيل لما بتطلع وبتلاقي الديانة جوه شقتها وبيدوروا عليها، فبتترعب وبتفكر بسرعة، وبتستغل انهم مش عارفين شكلها، وبتجمد قلبها كده وبتطلع قدامهم على الدور اللي فوق كأنها ساكنة تانية. لكن في واحد بيشك فيها وبيوقفها، فبتخاف ياو بس بينجدها جين، وبيقول لها: ايه يا روحي، كل ده تأخير؟ كل ده بتشتري اكل؟ وبيحط ايده على كتفها علشان يطلعوا سوا. بتاخد نفسها وبتفهم انه بيساعدها علشان يفتكروا انها حبيبته، فبتسيره وبتطلع معاه. لكن البلطجي بيكون لسه شاكك فيهم، فبيطلع وراهم يتصنت عليهم، بس طبعا الحركة دي ما بتخلش على ابننا. وبيفضل يتكلم ويحب فيها من ورا الباب علشان يسمعه، لحد ما بييأس وبيمشي. وبيقول لها: ايه دي، خلاص مشيوا. بتقول له: شكرا انك وقفت جنبي. قال لها: ابوك هيرجع امتى؟ الأحسن تمشي من هنا لأنهم مش هيسيبوكي في حالك. قالت له بحزن: ماليش مكان تاني أروحه، هما شوية وهيمشوا وأنا هرجع شقتي ومش هزعجك. أبويا يومين وهيرجع. وبيعرف إنها بتكدب عليه من نظرة عينيها المكسورة. بيدخل أوضته علشان يسيبها براحتها وما تتحركش منه. بتقعد يا وتعيط بصمت حزين لحد ما بيعدي الوقت وبتنزل شقتها. بتلاقيهم بهدلوها وكسروا كل حاجة، لكن جين الجنتل بينزل وراها وبيساعدها، وبيصلح قفل الباب اللي كسروه كمان، وبيجيب لها أكل لما بيلاقي تلاجتها فاضية. وبيتعرفوا على بعض وبتشكره وبيطلع شقته تاني. وبالليل بيفتح تليفون كان مخبيه، بيتصل عليه شخص مجهول وبيسأله لو قابل الشخص التاني. قاله لسه، وبيقفل وبيغير هدومه، وبنشوف ندوب كتير على ظهره. يا ترى ايه الحكاية؟ بيلبس وبيروح على شغله الجديد كحارس أمن في نادي كبير. صحابه شغلهم مشبوه. بيقف مع زميله لحد ما بيعدي زعيم النادي، وبيبصله جيم بغموض. وبعد شوية بيحصل دوشة من عيل كده ابن ناس أغنياء سكران. بيحاولوا الأمن يطلعوه بهدوء لأنهم خايفين منه، بس هو بيرفض يمشي. كل ده وجيم متابع لحد ما بيقوله زميله إن محدش هيقدر على الواد ده. فبيروح له جيم بكل ثقة، وفي ثانية واحدة بيجيبه على الأرض من غير ما التاني يقدر يلمسه حتى. بيشيلوه الأمن وبيرموه برا بعد ما جين رباه. والزعيم واقف فوق بيتفرج، وبتعجبه جرأة جين وشخصيته، وبيقول لمساعده سونج يشوفه. وجين بيكون قاصد أصلا إنه يجذب انتباهه. بيخلص وبيروح، وبيكون زميله شايل تورتين فاضلين محدش لمسهم، وقال له إنهم من الاحتفال بتاع أعضاء النادي وفي كتير غيرهم، وإنه أخدهم لأخته. وهنا بيفتكر جين ياو، وبيقول أكيد ما كانتش حاجة وإنها بتحب الحلويات، فبيديله صاحبه واحدة زيادة معاه، فبيفرح بيها جدا. شوفوا حنين ووسيم كمان. هو بيروح يديها لياو، بتتكسف، وقبل ما يمشي بتقوله: طب يعني مش الأحسن ناكل سوا؟ وعلشان تغير جو خدها على السطح ياكلوا فوق. وبتبقى عاملة زي الطفلة وبتاكل وهي فرحانة بالجو. وبتقوله: بتعمل ايه هنا؟ قال لها: زي أي حد جاي أدور على شغل. قالت له: خلي بالك من نفسك، المنطقة هنا مش كويسة. وبتسأله بتوتر: انت مش خايف مني؟ قال لها: وهخاف منك ليه؟ قالت له: يعني كل جيراني بيتجنبوني بسبب الديانة والمشاكل. الله، طيب انتي مش خايفة مني وانتي معايا هنا لوحدك؟ يمكن اعمل فيكي حاجة. بترد بثقة: لا، انت كويس، انا واثقة فيك رغم اني معرفكش.
فبيديها مفتاح شقته وتخليه معاها علشان لو حصل حاجة تقعد عنده. بتحس ياو إنها تايهة، أول مرة تحس بالأمان مع حد غريب، وكمان بيساعدها بدون مقابل. تاني يوم في الشغل بيطلبوا مساعد الزعيم أو نقدر نقول إيده اليمين، وبيعاملوه كزعيم يعني هو كمان. وبيقوله أنا شفتك وأنت بتضرب، برافو، أنت منين واتعلمت فين؟ قاله أنه من البلد قريبة، وجيت هنا أشتغل لأن عيلتي فقيرة، وكنت طفل مشاغب زمان واتعلمت فنون قتالية لما أهلي سابوني كذا سنة لوحدي. قاله برافو عليك، أنا عايزك معايا. وبيديله ظرف وبيقوله روح استلم لي البضاعة دي من المينا. قاله أمرك. استغرب سونج وقاله إيه، مش هتسأل إيه هي البضاعة دي؟ قاله أنا أنفذ أوامرك بدون سؤال. وبياخد الظرف وبيمشي. جه واحد من رجالة سونج قاله ازاي يا زعيم تبعده هناك، انت عارف ان اللي بيتحكم في المينا دي هو جوانج ابو الشاب اللي جين ضربه، يعني مستحيل يديله البضاعة، هو اصلا مش هيخرج حي من هناك. قال له ما تقلقش، هو ذكي، انا عايز اشوف هيتصرف ازاي، لازم نختبره قبل ما يشتغل مع الزعيم الكبير. ابعت حد في المكان اللي اتولد فيه يسأل عنه. بيوصل جين المينا وبيقول لجوانج ان الزعيم سونج بعته يستلم البضاعة. ضحك عليه بسخرية وقال له مش انت الشخص اللي ضرب ابني اللي من اول ما اتولد محدش قدر يلمسه؟ هديك البضاعة بس لما تبقى تخرج من هنا بقى. وبيلم عليه كل رجالته. بس على مين، ابننا جامد ومحدش بيقدر عليه وبيكسرهم كلهم. وبيرجع بشنطة البضاعة لسونج اللي بيتفاجئ انه رجع سليم مع شوية جروح في وشه. وقال له يروح يرتاح لان الزعيم الكبير هيكون في البلد الشهر الجاي وهو هيكون معاه. في الوقت ده بتكون ياو قاعدة وبيجيلها رسائل تهديد من الديانة، فبتتوتر وبتقفل الستاير بسرعة. بيبعتولها رسالة تانية إنهم عارفين إنها هنا فما تقفلش الستاير. بتخاف أكتر فبتفضل تتصل بجين في نفس الوقت اللي بيكون بيتصل بيها فمبيعرفوش يوصلوا لبعض. وبتفكر بسرعة وبتاخد مفتاح شقته بس بتكون اتأخرت وهم بيخبطوا عليها. بتترعب يا عيني وبتمسك أداة حادة علشان تحاول تدافع عن نفسها، بس بتسمع صوت زعيق وضرب. وبتلاقي جين داخل عليها، وهنا بتحس بالأمان وبتجري عليه بتحضنه. منقذها في كل مرة. أخيرا جه بيقول لها يلا معايا على شقتي، ما بقاش في أمان تقعدي لوحدك هنا. بتروح معاه بكل طاعة. بيسيبها ترتاح وبيروح يعالج جروحه. بتقوله سيبني أساعدك. وبتقرب منه وبتبدأ تعالجه. بتعيط وبتقوله أسفة انت اتأذيت بسببي. ضحك على برقتها وقال لها لأ، الجروح دي من حاجة تانية، دي من شغلي. قالت له ايه يجبرك تشتغل كده؟ توه الكلام وسكت وفضل يبصلها بحب. الزعيم الجامد اللي عمره ما بص البنت وقع في حب بنت 18 سنة. سألها نفسك تبقي ايه؟ قالت له صحفية علشان اوصل الحقيقة وما خافش من حد. خلص اليوم وراح يجيب التليفون اللي مخبيه وكلم الشخص المجهول وقال له ان العملية ماشية تمام وسونج واثق فيه وقريب هيوصل للزعيم الكبير. قال له تمام، خلي بالك احنا في مرحلة خطر، ما تخليش اي حاجة تعطلك، ما تخليش عندك نقطة ضعف الخصم يمسكها ضدك. فبيعرف ان قصده على ياو. قال له دي بنت غلبانة وهحتاجها اكيد لو الزعيم فتش ورايا لانها من سكان البلدة. وبيقفل معاه. فهل هيقدر يتحكم في مشاعره ولا ايه؟ تاني يوم بيتفاجئ بزميله جاي يزوره وبيشوف جزمة ياو عنده. قال له ايه ده انت طلعت شقي وانا اللي كنت فاكرك ملكش حبيبة. طب هاتها اتعرف عليها. قال له اصلها نايمة ومش حابب ازعجها. هو بياخده وبيمشي وياهو بتبقى سامعاهم وغصب عنها بتفرح انه قال عنها حبيبته. وبيقابل جين الزعيم الكبير. هو بيقول للزعيم انه مبسوط بيه ومن النهارده هو الراجل بتاعه ورئيس الحراس كمان. فبيشكره جين وبيعزم كل الحراس على سهرة بالمناسبة دي، وقال لهم انه هيعاملهم زي اخواته مش كرئيس. وبيبص لواحد فيهم بنظرة غريبة والتاني بيتوتر منه، وده لأنه فعلا الحارس ده بيكون مراقب جين وبيبعت كل تحركاته للزعيم الكبير لأنه لسه مش واثق فيه. الدنيا بتليل وهو بيتأخر وياو قلقان عليه ومش راضية تنام غير لما تطمن انه جه. وفعلا بيجي بس سكران وبتشوف جرحه فك. فبتجيب الشاشة عشان تغيرله وبتتصدم لما بتلاقي روج على جسمه. بيقولها ايه اتصدمتي فيا؟ بتغير جدا وبتقوله غيري نفسك بقى. وبتيجي تمشي قال لها انا فعلا كنت مع واحدة، يعني لازم تخافي على نفسك مني. بتدخل اوضتها وهي زعلانة ومش فاهمة مشاعرها. وتاني يوم بيكلموا مساعد الزعيم وبيبلغوا انه هيسافر مع الزعيم كام يوم برا المدينة. بياخد شنطته وبيقول لي وهو محرج من اللي حصل امبارح، وبيفتكر اصلا ان لما البنت حاولت تقرب منه رفضها. بيقول لها انه هيسافر كام يوم. بتبتسم وبتطمنه انها هتكون كويسة ويسافر وما يقلقش عليها.
وبيمشي وبتلاقي ياو زميله بيخبط وبينبهر من جمالها وبيقول يا ابن المحظوظة يا شين، وبيديها مجلات وكتب تتسلى فيهم وجيم مش موجود وبيكون هو اللي قاله يعمل كده. وكل يوم بقى بينط لها إشي، مرة هدية ومرة أكل. بتقول له ما كفاية، انت تعب نفسك ليه؟ قال لها لأ، ما أنا قاعد تحتك عشان لو احتجتي أي حاجة. بتعدي الأيام وبيرجع جين مع الزعيم اللي بيشكر فيه قدام الكل، وبيقول لسونج إن خلاص جين بقى واحد من رجالته وعيلته. وبيجري جين على البيت وهو جايب تورته لياو وفرحان إنه هيرجع يشوفها أخيرا، بس ما بيلاقيهاش في البيت. وبتبقى ناسية تليفونها فبيقلق جدا عليها، وبيفضل يدور عليها لحد ما بيلاقيها على السطح، بس مش لوحدها، دي قاعدة مع صديقها تشو. وهنا جيم بيولع من الغيرة وبيشدها من ايديها معاه. بيوقفهم صديقها وبيقول لها تيجي معاه بيته، بس هي بترفض فورا وبتروح مع جين. وتحت بيفضل يزعق لها ويقول لها ازاي تسيبي تليفونك، ازاي تأمني لحد غريب تطلعي معاه. وبيبقى كل ده من الغيرة عليها. بتعيط من زعيقه وبتقول له انا اسفة، بس ما حبيتش ادخله شقتك بدون اذنك. انا كنت خايفة وانا لوحدي وهو مش شخص غريب. انا معرفش انت شغال ايه ولا كل يوم بتيجي مصاب من ايه، بس اللي عارفه اني بحس معاك بالامان. بيسكت من كلامها وبيمسح دموعها وبيقولها تعالي هخليكي تغيري جو. بياخدها النادي اللي بيشتغل فيه. بتستغرب الأجواء وبتقوله جبتني هنا ليه؟ قالها لو عايزة تكوني براحتك ومحدش يضايقك بعد كده سيريني وثقي فيا. وبنشوف بقى الديانة وهم في النادي بيدوروا عليها بعد ما الشخص اللي مراقبها قالهم على مكانها. وبيشوفوها مع جين لكن مش لوحدهم، ده معاهم سونج. فبيخاف الكبير بتاعهم وبيسأل جميل جين عليه. قاله انت ما تعرفوش، ده الايد اليمين للزعيم الكبير، يعني لو قربت منه قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. وجيم بيكون عارف انهم باصين عليه، فبيقرب يوم منه وبيعمل انها حبيبته علشان ما يفكروش يضايقوها لانها تبعه وهو تبع الزعيم. وفعلا بيخافوا وبيمشوا وبيقرروا ينسوا الموضوع نهائي. وهو بيقول لها خلاص اطمني محدش هيقرب لك تاني. بيوصل الزعيم وبيعرفه جين على ياو. بيقوله علشان كده ما بتحبش تقرب من اي ستات في النادي. ضحك وجه يمشي وقفه الزعيم وقال له مفيش داعي، بيته هنا النهارده. فهم جين انه شاكك ان ياو مش حبيبته، فقال له تمام وطلع الغرفة وشاف فيها كاميرا مراقبة. فبسرعة جاب ياو قدامها وقال لها تتجاوب معاه، وقرب منها وبسها وهي مصدومة وساكتة ومش عارفة تعمل ايه. وعمل انه معاها في علاقة علشان اللي مراقبه ده، وحتى قميصه على الكاميرا. بعد كده اعتذر منها وقالت له انا فاهمة ان كان في كاميرا وان الزعيم مش مصدقك، انا نفسي اعرف انت بتشتغل ايه. قال لها في حاجات مش هينفع تعرفيها، بس الاكيد اني عمري ما هأذيكي. وبيكون الزعيم تحت واثق ان جيم مهتم بياه بجد، وبيقول ان دي حاجة كويسة انك تمسك على رجالتك نقطة ضعف. وبيقول ان شارلين جاية بكرة تقابل العملاء، هو انه يبعت جيم معاها. وشارلين دي بقى بتبقى عشيقته وبيستفاد منها في اي عملية، بيخليها تقعد مع الناس الكبار تغريهم وتوقع العقود معاهم. وتاني يوم بتوصل شارلين وبتقول للسواق بملل مين بقى هيقابلني؟ قالها ده واحد جديد اسمه جين، شاب صغير لسه. قالت له بقرف كلهم كلاب الزعيم وزي بعض. بس اول ما بتوصل وبتشوفه بتبصله باعجاب وبتداري نفسها بسرعه وبتقوله بتكبر خليك هنا انا هطلع اقابلهم لوحدي. قال لها لا، الزعيم قال اطلع معاكي. ردت بطريقه هو انت بقى فاكر نفسك هتقدر تحميني لو حصل حاجه؟ رد بثقه جربي. وطلعوا سوا واخر اليوم بعد ما خلصت قالت له بحزن شكرا انت اول واحد يساعدني، لولاك ما كنتش عارفه ممكن الناس دي توصل معايا لفين، لانهم كانوا بيحاولوا يقربوا منها وهو منعهم. قال لها ده واجبي. قالت له انت اول واحد يساعدني بدون مقابل ومن غير ما يطمع فيا. وبيسندها وهي سكرانة علشان يروحها. وفي مكان تاني بنشوف يا وهي بتقابل صاحبتها وهي فرحانة انها اخيرا شافتها، وده لان امها كانت منعها تقابل ياو بسبب مشاكلها مع الديانة. بتسألها ياو ازاي قدرت تخرج، قالت لها البركة في تشو، وده صديقها اللي جين شافها معاه قبل كده. بيسيبهم لوحدهم وبتقعد هي وصاحبتها يتكلموا سوا. بتقول لها عرفت انك قاعدة مع جارك صحيح؟ قالت لها ايوه ساعدني كتير، لولا ما كنتش عارف اقعد معاكي حتى دلوقتي. قالت لها اكيد بيحبك، انتي مش عارفة انتي قد ايه جميلة، حتى لو في الاول كان بيساعدك شفقة دلوقتي اكيد لا، ده مهما كان راجل.
اتصدمت يا وقالت لها مستحيل، بس من جواها بتكون فرحانة من مجرد تخيل انه يحبها، وبيبان ده على ابتسامتها. فبتقول لها انت كمان بتحبيه صح؟ اتوترت وقالت لا، يعني انا معرفش يعني ايه حب، كل اللي اعرفه اني بحس جنبه من الامان. قالت لها ما هو ده الحب يا عبيطة. وبيودعوا بعض وبيصمم تشوق انه يوصلها. بتشكره، بيقول لها بصي انا عايزك تاخدي بالك من جين ده وتبعدي عنه، شكله مش مريح ومش شبهنا اصلا، وانتي داخله الجامعه وليكي مستقبل وعارفه مشاعري ناحيتك. بتوقفه وتتعصب وبتقوله انا عارفه انك خايف عليا، بس لو على جين فمحدش ساعدني وقف جنبي غيره، وعمري ما هصدق حاجه وحشه عنه غير لما اشوفها بنفسي. ويا سلام على الصدفه، بتلاقي عربيه فخمه وبنت مثيره نازله منها، ودي شارلين بعد ما صممت هي كمان توصل جين، وبتشوفهم ياو وهم مقربين من بعض، وبتبقى زعلانة كده ومش مرتاحة لشكل شارلين. وبعد ما بتمشي بيشوفها جين اللي ما كانش واخد باله انها قدامه، بيبقى هيموت من الغيرة عليها من تشو. وبالليل بيكلم الشخص المجهول وبيقوله انه طلع مع شارلين بس رفض يدخلوه، فرد التاني بان الزعيم مش هيثق فيه بسهولة، لكن شارلين معجبة بيه ولازم يستغل ده. قال له جين هو فاضل قد ايه؟ رد مفاضلش كتير، لازم تخلص المهمة بسرعة. وقال له كل التعب اللي الفريق تعبه طول السنة هيروح على الفاضي. قال له جين انت وعدتني ان دي اخر مهمة. قال له اكيد. وهنا بنعرف ان شرطي في القوات الخاصة واتزرع وسط عصابة الزعيم في مهمة علشان يقبض عليهم. وعندي ياو بتحاول تتجاهله علشان غيرانة، بس بتقوله على فكرة لو وجودي مضايقك يعني أنا ممكن أمشي. قال لها بغيرة طبعا عايزة تمشي من ساعة ما شفت الشو بتاعك، شكلك بتحبيه قوي، اتفضلي روحيله لو عايزة. بتبصله بغيظ وبتقول في نفسها بالسهولة دي عايز يسيبني لغيره، وبتقوله غبي، وبتمشي وهو بينام متضايق من نفسه. بيتصل رقم غريب على ياو، بيطلع من بقى سبب البلاوي كلها؟ أبوها. بتقوله انت لسه فاكر انك ليك بنت؟ سبتني اواجه كل المشاكل دي لوحدي وهربت. قال لها حقك عليا انا غلطان، لكن ما كانش قدامي حل تاني، كان لازم اهرب، وكنت واثق انهم مش هيأذوكي، غلبان ما يعرفش اللي عانيته بسببه. انا سكنت في بلد صغيرة جنب المدينة، هاجي اخدك خلال 3 ايام تعيشي معايا، ونسيب المنطقة القديمة خالص لان عمري ما هعرف اسدد الديون، وهنا هتخشي الجامعة وتعيشي حياتك وتحققي امنية امك. بتسكت يا وللأسف ما بتكونش فرحانة، لأنها بكده هتفارق الشخص اللي حبته. وعند الزعيم بياخد الصفقات اللي شارلين خلت العملاء يمضوها وهو فرحان. بتقوله ايه مفيش مقابل لشغلي؟ قالها مش كفاية خليتك عشقتي، هو أبوكي كمان كان مديون ليا وباعك وعملتك أحسن معاملة. قالت له لأ بس أنا عايزة حاجة تانية، عايزة جين يكون الراجل بتاعي لحد ما امشي من المدينة. فهم إنها معجبة بيه، ولما بيجي جين بيقوله الزعيم يروح مع شارلين ويكون الحارس بتاعها. بيتضايق لأنه هيبعد عن ياو، وفعلا بيفضل معاها طول اليوم، ولما بتحاول تقرب منه بيبعدها، وده بيجذبها ليه أكتر. بتروح تعمل شوبينج علشان تلفت نظره، لكن هو بيكون في حتة تانية خالص، ومركز مع فستان عاجبه لياو، وبيشتريه وبيروح وهو فرحان، بس ما بيلاقيهاش في البيت. بيتصل عليها فبترد وهي سكرانة وبتقوله إنها على السطح. بيطلع وبيسألها ايه اللي مزعلها. بتقوله أبويا اتصل بيا النهاردة عايزني أسافر معاه. سكت جين وحزن من جواه بصمت. سألته ايه رأيك، انت موافق اني أسافر؟ قال لها أيوة ده أحسن ليكي، هناك هتخش الجامعة ويكون ليكي مستقبل، هنا خطر عليكي. عيطت بقهر من رده، كانت مستنية يقولها خليكي ويتمسك بيها. قالت له انا معرفش يعني ايه حب، لكن مجرد تفكير اني امشي واسيبك، اني ما كنتش معاك بتوجع قلبي، مش قادرة ابعد عنك. ما بيتحملش جين وبياخدها في حضنه بحب، وهي بتحضنه وهي بتعيط لحد ما بتهدى وبتنام. وجين بيبكي محتار يعمل ايه، بيحبها بس لازم يسيبها تمشي علشان يحميها. تاني يوم بيروح لشارلين المخزن، بتقوله بخبث الزعيم خد كل البضاعة، بس أنا قدرت أخلي دي من غير ما يحس، ما عندكش فضول تعرف فيها ايه؟ بيقرب منها وفجأة بيحط المسدس على راسها. بيقولها عايزة توصلي لإيه؟ قالت له كنت متأكدة إنك مش منهم، مش زي رجالة الزعيم، انت مين؟ شغلني معاك وأنا هساعدك. قال لها ليه، هتستفادي ايه؟ قالت له بكره عايزة أخلص منه، كل يوم معاه أسوأ من الموت، بيستغلني مع كل واحد شوية علشان شغله.
قال لها مين اللي وراه، مين الراس الكبيرة؟ قالت له معرفش، محدش يعرفه غيره. بيقابله مرة واحدة في السنة عند نهر هيماي في سرية تامة، وبكرة مسافر بدون حراس. أكيد هيقابله، خلي بالك من نفسك، الزعيم مش سهل. سكت ومشي، وقابل الشخص المجهول اللي كان بيكلمه في التليفون واللي بيكون رئيسه، وبلغه باللي حصل. قاله الرئيس إن دي آخر فرصة، وإنه يروح بالليل ورا الزعيم علشان يعرف الزعيم الكبير، ولكن ده خطر جدا، والقوة مش هتكون جاهزة غير تاني يوم بعد الظهر. فالأحسن يستناها وما ياخدش قرار من نفسه، هو إن ده أمر. بس جيم بيقوله خلاص مبقاش فيه وقت، المهم يوم ماشية من المدينة، ابعت حد معاها يوصلها ويطمئن عليها. وبالليل بتحضر شنطتها وهي حزينة، وجين ساكت بيقولها خلي بالك من نفسك، أبوكي مش هيتغير، أنا هسيبك تمشي، كملي تعليمك وفكري في نفسك وبس. بتعيط بصمت، وبتبصله وبتشده عليها وبتبوسه بحب. بيتجاوب معاها وبعدين بيبعدها عنه، لأنه مش عايز يضعف ويورطها في حياته اللي كلها مخاطر. وبتطلب منه ينام جنبها الليلة دي لأنها خايفة، وبتنام في حضنه وهي مطمنة. وبالليل بيحضر سلاحه وبيسيب لها فلوس كتير ورسالة بيقول لها فيها إنها تاخد الفلوس وتدخل الجامعة وتنساه. وبيمشي وبيعدي 3 سنين، وبنشوف ياو وهي في آخر سنة في الجامعة، وأجمل طالب بيعترف لها بحبه قدام الكل. لكن هي بترفض، وبتبقى بترفض أي حد بيحاول يقرب منها. ودلوقتي بتشتغل متدربة في جريدة كبيرة، بتقضي كل وقتها في الشغل. بتتصل بيها صاحبتها القديمة، وبتقول لها مدرس الثانوي عامل حفلة تقاعد وعازم كل طلابه القدام. ياو بتسكت، قلبها بيوجعها من مجرد فكرة الرجوع. بتقول لها عندي شغل كتير مش هقدر اجي. بترد زميلتها بطلي كده، انتي خايفة من الرجوع، مش عارفة تنسيه ورافضة كل العلاقات، وبتلهي نفسك في الشغل الكتير. بتقولها لا طبعا، مفيش حاجة من الكلام ده. وبتقفل وبتبص قدامها، بتبقى كذابة، لأننا بنشوف أخبار وتقارير كتير مالية الحيطة، وبتكون من ساعة ما مشيت بتدور على جين اللي اختفى، وبتبحث عنه علشان تلاقيه بس بدون فايدة. ورغم كل السنين بتكون لسه بتدور عليه بس مفيش أمل، لحد ما في يوم بتروح فندق علشان تعمل لقاء، وهناك بتشوف شارلين وبتفتكرها فورا، وبتجري وراها بلهفة وبتسألها عن جين. بتفهم شارلين إن دي البنت اللي خطفت قلبه، وبتقول لها إن جين اتكلم عنها وحتى جاب لها فستان يومها. بتسألها بلهفة لو تعرف مكانه. بتقول لها انتي عارفة هو مين الأول؟ بتتردد شوية وبتقول لها شرطي، وبتبقى خمنت لأنها واثقة إنه مستحيل يكون شخص سيء، وأكيد شغله مع الزعيم ليه هدف. بتقول لها صح، يوميها الزعيم اكتشف حقيقته وحصل ضرب، ولحد ما القوات وصلت كان جين اتصاب برصاصتين، ومن بعدها معرفش عنه حاجة. بتمشي وهي حزينة، وبتنهار وهي بتعيط وبتقول يا ترى انت فين، يا ترى حصلك ايه. وتاني يوم في اجتماع الجريدة بتقول المديرة ان دلوقتي عايزين صحفي يعمل مقابلة مع حد من مصابين القوات الخاصة اللي اعتزلوا الخدمة بسبب الإصابة. بتنتبه ياو للكلام، وبسرعة بتقول ان هي اللي هتقوم بالمهمة دي، وبتقول فرصة يمكن يكون جين واحد منهم. وفعلا بتكلمهم واحد واحد، وكلهم بيرفضوا يعملوا معاها لقاءات، لحد ما بتكلم شخص وبيقول لها ان رئيسه مش بيعمل لقاءات خالص مع اي حد. فبتشك ان هو، وبتعرف العنوان وبتروح على هناك، وبيكون فندق صغير بتاع جيم بس ما بيكونش فيه حد خالص. بيقول لها العامل عندك امل برضو انه يقابلك؟ بتقول له هحاول وهستناه. في الوقت ده بنشوف جين أخيرا وهو بيتابع مع الدكتور بسبب إصابته في رجله، واللي بيكون واضح من مشيته إنها سببت له عرج. بيتأخر الوقت وياه مستنية وبتفقد الأمل، وبتيجي تمشي بتسمع صوته داخل. بتتصدم وبتفضل واقفة مكانها. بيشوفها من ظهرها بتلف وبتبصله بلهفة، وهو ما بيكونش مصدق إنها قدامه بعد كل السنين دي. بتروح عليه وبدون مقدمات بتضربه بالقلم وبتمشي، وده لأنها حزينة إنه سابها زمان وكدب عليها عن حقيقته، وإنها كل السنين دي ما كانتش قادرة توصله. لكن ما قدرتش تبعد، وبترجع فورا وبتحضنه باشتياق وهي بتبكي، وهو بيبقى بيبادلها نفس المشاعر وبياخدها في حضنه. وبعد مدة بيقعدوا سوا. بتقوله خبيت عليا حقيقتك واسمك ليه؟ قالها ما كانش ينفع تعرفي ساعتها. وبتاخد بالها من رجله. بتقوله في ايه؟ قالها مفيش. بتزعل، انت مصمم تخبي عليا كل حاجة؟ بتقوم وبتمشي وهي زعلانة انه بيعمل حاجز ما بينهم برضو. وبتروح تقابل شخص وافق انه يعمل معاها لقاء، وبيكون من مصابين الشرطة.
بتسأله عن جين، قال لها انه يعرفه لانهم كانوا دفعة واحدة، وانه كان اشطر طالب، ولما اتخرج خدوه في القوات الخاصة، بس ما بيكونش يعرف حاجة عن اصابته. وبيوريها صورته بالميري، بتقول ايه ده قمر في الحالتين، وبتاخد صورته وعينيها بتطلع قلوب. وبتلم شنطتها وبتعزل على الفندق، وبتقرر تقرب منه تاني لانها لسه بتحبه. وبيشوفها في الفندق وبيقول لها بتعملي ايه هنا؟ بترد وانت مالك، حبيت اغير جو، انت حشري قوي. وبتقفل الباب، وشوية وبتطلع تجري على اوضته، وبتتحجج ان في صرصار في اوضتها، فهتضطر يا عيني تبات عنده. بيفهم لعبتها بس بيسيبها لانها بتكون وحشاه. وبالليل في ساعة صفا كده بتقوله انا دورت عليك كتير، كنت هتجنن والاقيك، توقعت حتى انك تكون ظابط، وحاولت الاقيك بس بدون فايدة، وده بسبب اسمك الغلط. ليه ما حاولتش تدور عليا؟ سكت شوية وقال لها لقائنا من الأول كان حادثة وغلطة، هدور عليكي ليه يعني؟ بتقوله بصدمة غلطة؟ اللي بينا كان غلطة؟ طيب. وبتخرج من عنده وهي مقموسة. وهنا بيطلع صورها في ال3 سنين اللي فاتوا، وواضح انه كان مراقبها ومتابعها. تاني يوم بيجيله زميله من الأكاديمية وبيعزمه على فرحه، بيسأله فين حبيبته، قاله بحزن مش هقدر أكون معاها كده، أحسن لها، أنا لسه بتعالج، ده غير كده إن الزعيم اتصاب واتقبض عليه وسونج هرب، يعني مش هيسكت، ولو فضلت معايا هيكون خطر عليها لأني عارفهم أكيد هينتقموا مني فيها. وبالليل بيروح الفندق، وبيقوله المساعد إن يوم مشيت، سكت بحزن وحس إنها راحت منه للأبد. بس بنتنا مش بتيأس، وبتيجي بالليل سكرانة وبتقوله بيأس انت ايه ما بتحسش طول المدة دي موحشتكش؟ انا دورت عليك في كل مكان، وكل يوم كنت بتخيلك جنبي، ويوم ما لقيك تقولي ان لقائنا كان غلطة، خلاص انا همشي ومش هتشوف وشي تاني. مش بيقدر يقاومها اكتر من كده، وبيقرب منها وبيصالحها، وبيقضوا الليلة سوا. بيركن مشاكله على جنب، مش عايز يفتكر حاجة تانية غير ان حبيبته اخيرا بين ايده، وهي فرحانة انها معاه. وبتقوله اوعى تاني يوم الاقيك رجعت زي الاول وتحاول تبعد عني. ضحك على خيالاتها وقال لها عمري انا شرطي، يعني كل يوم حياتي مهددة. فكرت ان لما المهمة تنجح ادور عليكي، بس للأسف اتصبت جامد، كمان الزعيم نجي، فخفت ارجعلك واعرض حياتك للخطر. قالت له ما بخافش من الخطر قد خوفي انك تبعد عني. وتاني يوم بتجيله بنت مديره في الأكاديمية وزي أخته الصغيرة، وبتديله أكل وبتشوف يوم معاه، بتسلم عليها بلطف وبتقولها إن هي معاها في الجامعة، وإن جين طول ال3 سنين كان بيخليها تصورها في السر وتبعتله الصور علشان يطمن عليها لأنه كان مصاب في الوقت ده. بتحكي لها قد إيه كانت حياته صعبة، وإن أبوه وأمه توفوا وعانى كتير لوحده. بتتأثر ياو بكلامها وبتقع في حب أكتر ما هي واقعة، وبتفهم إنه ما تخلاش عنها ولا حاجة زي ما كانت فاكرة. بيوصلها شغلها وبيجيله تليفون من مين بقى؟ هو سونج، بيهدده وبيقوله إنه مش هيسيبه في حاله أبدا. بيقلق جين خصوصا على ياو، وبيعرف من مديره إن سونج دخل البلد تاني علشان ينتقم، فبقى عايش في رعب على ياو، وبيقرر إنه لازم يتصرف. وبيبلغ مديره إنه هيستدرك سونج ويواجهه بنفسه، وهيكون الطعم علشان يخلص منهم خالص لأنهم قاصدينه هو، وإنه دلوقتي عنده حبيبته اللي عايز يعيش معاها مرتاح، مش كل شوية في قلق عليها. وياه بتبقى سامعاه وبتعيط بخوف على حبيبها لا يجراله حاجة، بس بتحاول تتعامل عادي وما تحسسوش إنها سمعته علشان ما تشيلوش الهم. وبيعرفها إنه هيغيب عنها يومين بسبب الشغل. بتحاول تبان طبيعية وبتقوله إنها هتستناه، وبتودعه وبتخليه يوعدها إنه هيرجع لها تاني. بيعدي يومين وهي قلقانة لحد ما بيجي أبوها يزورها، بتقابله ببرود وبتقوله جاي ليه؟ مش كفاية خذلتني مرتين، مرة بسبب ديونك والمرة التانية لما خدتني برا المدينة، وبدل ما تساعدني زي ما وعدتني خدت فلوس دراستي تلعب بيها قمار، الفلوس اللي الشخص الوحيد اللي حبني سابها لي، الشخص الوحيد اللي ساعدني وحماني. هو انت كنت فين؟ دلوقتي افتكرت ان ليك بنت اعتذر منها كتير، بس خلاص كان الوقت عدى. وياه وسابته ومشيت بعد ما شالته من حياتها. وبتروح بالليل وهي بتفكر في حبيبها وبتتمنى يرجع لها، وعلشان هي طيبة وبنت حلال أمنيتها بتتحقق. وبيرجع جين وهو مصاب إصابة خفيفة في راسه بعد ما خلص من سونج وكل العصابة، وساب الخدمة خالص علشان يعيش مع حبيبته من غير قلق ويعوض كل اللي راح منهم. وأخيرا بيخلص المسلسل بنهاية سعيدة. أتمنى يكون عجبكم، واوعوا تنسوا اللايك الجميل زيكم والاشتراك في القناة، واكتبولي رأيكم في الكومنتات، واستنوني في ملخص جديد. باي باي.